إيه الأكل اللي لازم نتجنبه عشان ما يرفعش الضغط؟ طبعًا سؤال مهم جدًا، طبعًا كبار السن هم عُرضة لارتفاع ضغط الدم، فطبعًا في أكلات لازم نتجنبها عشان ما ترفعش ضغطهم، أهمها طبعًا الأكلات اللي نسبة الملح فيها عالية، زي إيه مثلًا؟ زي المخللات، زي الأسماك المالحة، زي مثلًا الفسيخ، زي الرنجة، دول نسبة الملح فيهم عالية، زي مثلًا الشيبسي، الجبن الملح زي الجبنة الرومي والجبنة الملح نسبة الملح فيها عالي، فدي لازم نتجنبها. المعلبات زي مثلا الصلصه، الكاتشب، الحاجات دي عشان تتحفظ بيزودوا نسبه الملح فيها، فدي برضو لازم نتجنبها. اللحوم المصنعه زي السوسيس وزي النقانق والحاجات دي برضو مهم جدا ان احنا نتجنبها، فيها مواد حافظه ونسبه الصوديوم فيها بتبقى عاليه، وبالتالي هي بتضر كبار السن وبتزود فرصه اصابتهم بارتفاع ضغط الدم. المياه الغازية زي البيبسي واللي فيهم نسبة الكافيين عالية، القهوة والكافيين من الحاجات اللي بترفع ضغط الدم، بالإضافة طبعا إن السكر من الحاجات المضرة جدا لكبار السن، فدي برضو مهم إن احنا نتجنبها. مهم برضو ما نزودش في استخدام أو تناول الكافيين، كفاية قوي فنجان أو 2 في اليوم، إن الزيادة برضو في تناول القهوة دي من الحاجات اللي بترفع ضغط الدم. برضو ما نزودش فيه أو نقلل جدا في استخدام الدهون المشبعة والدهون المهدرجة، يعني بمعنى آخر أن الفاست فود والوجبات السريعة دي بتبقى مليانة دهون مشبعة ودهون مهدرجة، وبالتالي ضارة جدا لكبار السن ومفروض ما يتناولوهاش خالص. المقليات والمسبكات برضو الحاجات دي لازم تقل، بتزود الدهون الضارة، وبالتالي بتزود فرصة إصابة كبار السن بتصلب في الشرايين، ومع الوقت بيبتدي ضغط المسن بيعلى. الحلويات برضو ومنتجات المخابز الأفرنجي من الحاجات برضو اللي بتعلي نسبة الكوليسترول في الدم وبتزود فرصة إصابته بارتفاع ضغط الدم. طب نستعوض عن كده بإيه؟ هي المشكلة إن كبار السن بيبقى التذوق عندهم ضعيف، فبيحبوا يزودوا الملح في الأكل، فإحنا ما نحطش ملح، نحط لهم توابل، هم عايزين نكهة ممكن نحط لهم أي توابل، زعتر مثلا، روزماري، كمون، الحاجات دي بتدي نكهة وفي نفس الوقت ما تضرهمش، ليمون مثلا، خل، دي الحاجات دي ما فيهاش مشكله. برضو الحلويات بلاش حلويات، نستعوض عنها بفاكهه، لو هو مثلا عايز سكر ممكن سكر دايت زي ستيفيا، ممكن عسل مثلا نص معلقه عسل ابيض، بحيث ان احنا نستعوض خالص، نقلل الملح خالص في الاكل ونقلل السكر، ان زي ما انتم عارفين الملح والسكر من الحاجات اللي بنسميهم السم الابيض وبيضروا جدا بصحه كبار السن. بتمنى لكم حياه صحيه خاليه من الامراض، ومستنيه اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير.